انا كما قلت معناها بداية انا معناها صحافي منشط، من بعد كي جاتني الفكره وقتها مع حتى بنامنا ورازي قالوا لي راك تخدم معنا، ايش قالوا تدخل ككرونيكور. نعرفوا كرونيكور تلقاه اون جينيرال اللي نعرفوه في السبور تلقاه مثلا فوق عمره فوق ال 40 وتجربه كبيره وكل. الحمد لله انا كاريري 13 سنه نخدم في المجال. اعتبرته تحدي خاص، قلت مو على الاقل ان جون كي باش يطلع في البلاتو يكون نظرته مختلفه. وزاد راهو حتى اذا كان انا قاعد نقدم في اضافه ولا عندي معلومات ولا غيره، هذا واجبي ككرونيكور في البلاتو. لكن ثقه ليكيب اللي معايا بالاخص حاتم بنامنا ورازي كنزوعي الحقيقه اللي نخدموا كايكيب وفاهمين شنو الدور نتاعي بالضبط. دونك هذاك علاش ممكن الحاجه اللي خلتني نلقى راحتي ونجم نكون متاقلم معاه في البلاتو مع راسي. والله الحمد لله تجربة مع التلفزة بدات من 2011 من قناة نسمة، من بعد تجربة قصيرة في تونسنا، ومن بعد حوار تونسي مدة زوز مواسم، ومن 2016 حتى لليوم ولا حتى 2015 حتى اليوم في الحد الرياضي. الحقيقة ما نحكيوش على تراكمي، نحكيو على أكثر نضج، مسؤولية. لازم تعرف شنو تقول اش ما تقولش، تكون عندك أكثر جرأة. إذا كان ما عندكش إضافة في البلاتو ما زايد حضورك ما تنجمش تكون موجود. كل ميديا والتوجه نتاعها بالطبيعه في اذاعه موزايك نلتزم اني نعدي المعلومه الناضجه الخبر، لانه احنا اذاعه اخباريه سورتو اكثر حاجه عندي مده ملتزم بنشره سبور اكسبريس. دونك ما عنديش مجال باش نعمل تعليق باش نعطي خبر فقط اون جينيرال نكتفي اني باش نعطي راي. بالعكس في الحد الرياضي ممكن عندي مجال اخر، باش نعلق على الاخبار، باش نعلق على الاحداث، باش نعلق على المقابلات، باش نعطي رايي في بعض المواضيع. يمكن نلقى روحي في هامش اخر من الحريه، مش معناها اني مسلوب الحريه في موزايك، لكن كل مرفق اللي نخدم فيه ولا كل ميديا نخدم فيها عندها توجه نتاعها. هذا دور وهذا دور. توصيات، ما انا شخصيا باش نحكي على روحي ما جاتني حتى توصيات وما جانيش تليفونات ولا كلمني حد ولا قال لي سايسنا ولا انزل علينا ولا لا. بالعكس انا نحكي على شخصي انا، معناها ما تدخل فيها حتى حد. حتى الحصه الاخيره اللي صارت مع رئيس الجامعه وديع جاري بعد المونديال مباشره، الحقيقه الاسئله اللي انا شخصيا نزلني نسالها وسالتها، وكان معني كانت لقيت الاجابات اللي حبيتهم. حتى حاول يهرب وديع جاري من الاجابه، نعاود نرجع له للسؤال نتاعي. فلا اعتقد انه ثم توصيات، على العكس ما يشاع. كي تجي اول مره سورتو وقت اللي باش نختم مع رازي اول مره ماهيش سهله، انك ممكن ثم ناس تعرفك اما ثم برشا ناس ما تعرفكش. وحتى كي بديت مع رازي ناس تعرف رازي تبارك الله، انا معناها رازي في الدار نتفرج فيه معناها تبارك الله اجيال عشنا معاه. كيف حتى مراد معناها قبل كنت نتبعه في قناه كما قلت، معناها تلقى روحك مع ناس سبقتك عندهم على الاقل 20 سنه في الدومين نتاعنا. جيتي اوبليج دون لوبليغاسيون اني انا نفرض شخصيتي نفرض ذاتي، نتاقلم معاهم. ويظهر لي توا تقريبا عندي 5 سنين براتيكمون نخدم مع رازي والكيب نتاعو، حتى مراد في قداش من بلاتو، حتى تو العامين الاخرانيين بريس ديما معنا. روحي مانيش متقلق، بالعكس قاعد نتجاوب معاهم ونحس روحنا نكونوا فريق. معناها مراد عنده سون ستيل، رازي بالطبيعه هذاك هو ستيل نتاعو معروف، وانا بكل تواضع نحب نخلق ستيل نتاعي اللي نهار اخر بعد 20 سنه قلت يا ثم فلان الفلاني معروف خدم اللي هو محدثكم. باش نفاجئك انا تقريبا ما عنديش صحاب في الدومين تاع الكوره. كوا اصحاب معناها ندخل معاهم نخرج معاهم نتلقاو في اماكن خاصه غير ما عنديش مع الحقيقه. معناها انا شوف لا بار دي شوز هذا احتراما للشخصي انا باش ما نلقاش روحي في حرج، وكذلك حتى للملاعبيه ولا المدربين ولا غيره. لكن عندي علاقات تربطني ببعض اللاعبين قلال برشا يتعدوا على الصوابع، وبالطبيعه بعض المدربين اللي قابلتهم في مسيرتي كانوا معنا كمحللين ولا تعاملت معاهم ولا غيره. اما راهو جو في لا بار دي شوز وقت اللي زايد ولا عمر يستحق اني باش ننقدوا، بالعكس ننقدوا من غير حتى خلفيه من غير حتى شيء. وانا بطبيعتي طارق انا في حياتي ما عنديش برشا اصحاب في الدنيا، يعني عندي 4-5 من الناس ونحاول يكونوا اكثر ما يمكن بعاد على المجال اللي انا فيه. التجربه تعلمك والنضج يعلمك انك تكون محايد للماكسيموم، محايد في البلاتو، محايد حتى في حياتك الخاصه. ريت مش تقعد في قهوه في مطعم تجيك لعبه تسرك برا انت تحب الجمعيه الفلانيه ولا الجمعيه الفلانيه. حتى في دنيتك حياتك الخاصه
مع الناس ما تعرفهمش لازم تكون محايد وتحترم نفسك، لان الناس دي تحترمك اكثر. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه انا مراش علاش كونه صحافي يجي ينشر يقول انا محب للفريق الفلاني ومحب للفريق الفلاني، شنو باش يضيف؟ ما يضيف حتى شيء، بالعكس كان تقول لهم انا محب للفريق الفلاني وتحكي على الفريق الخصم نتاعو تفقد المصداقيه نتاعك ويتهموك لانك تنبر عليهم. وغيره في اعتقادي كونه الصحافي يلزم يكون بعيد على كل الانتماءات، والصحافي اللي يحترم بروحه انه سافيش با بوتيت تنجم تفيشي روحك في عائلتك في انتوراج صغير، وماذا بيا حتى ما يصيرش مش لازم، لانه للاسف احنا في تونس تبدلت راهي المعطيات، ولات الناس الكل تو على التواصل الاجتماعي على المواقع يهبطوا لك تصاورك يهبطوا لك برشا امور. فلذا انه الصحافي اذا كان يحب ياكل خبز من المهنه هذه لازم يحترم خدمته. فاذا كان تحب جمعيه خليها في قلبك ما يسالش، وحتى في حياتك الخاصه لازم يكون الانسان لازم يكون محايد اكثر ما يمكن باش الناس على الاقل تحترمه ومعناها ويكون باش ما الحقيقه نقول ولات فيها برشا قلق وبرشا تعب الانسان وقت اللي يقول انا نحب الجمعيه الفلانيه وبعد يطلع في الشارع الحقيقه ما تعيش انت طارق يعيشوها برشا زملاء فيها برشا قلق ولات الحكايه. انا ما عنديش مشكله مع سليم شيبوب واليوم والغدوه وبعد غدوه ما عنديش اشكال معاه، لكن الوقت اللي صار فيه نتذكر احنا صار 2013 نوفمبر 2013 وقتها تونس خرجت من تصفيات كاس العالم واحنا قلنا حبينا ناخذوا مسؤول رياضي سابق شد على نجاحات كره القدم التونسيه وفشلها باش يقيم الوضع العام، واتفقنا انه نجم يكون عثمان جنايح باش يكون عبد المجيد الشتالي يونس الشتالي باش يكون حموده بن عمار، الناس اللي معناها معروفه في المجال وما عليهاش احتراز. اللي فاجأني اختيار الاسم تاع سليم شيبوب في الوقت هذاك. سليم شيبوب وقتها عنده مشاكل ونعرف مازال كي صار الثوره ونحترموا توجهات الناس، قلت احتراما في الناس لا يمكن ان يمر سليم شيبوب لا اكثر ولا اقل. انا اللي فاجأني كونه ما قالوليش وكانت عمليه مبيته معناها ساسوفوا الناس تخدم في اجندات ونعرف وقتها صايره اجندات الناس تتقرب من سليم شيبوب تحب تصلح له وضعيته مع الحكومه وقتها وغيره كل. فانا قلت ما لانه احتراما لشخصي وللناس وللتوانسه اللي تتفرج الكل كونه انا ضد انه يمر سليم شيبوب في الوقت هذاك بالذات. انا تو كان جيت تقول لي نعدي سليم شيبوب ناخذ ما عنديش مشكله معه، تفضل مرحبا به وعنده تاريخ وعنده ما يقول في كره القدم بالباهي وبالسيء نتاعها، وهذاك علاش دونك جد ضد الحكايه هذيا. وللاسف الناس اللي كانوا معايا خاصه واحد منهم كانت عنده اجنده يخدم فيها ومعروف هو الاجنده نتاعو ووفي للجندوات هذه نتاعو السيد هذا. فمن وقتها معناها كنتش ننسحب من الحصه واحتراما في الالتزام اللي عندي مع القناه واحتراما للمدير القناه كملت الحصه وكانت اخر حصه ليا في القناه هذه قناه تونس. سونسور لا تعرضت سونسور الحقيقه. انا حتى باش نكونوا واضحين خدمت فيما قبل الثوره معناها حسب انت بديت من 2005 حتى ل 2011 قول الفتره هذيك الكل معروفه ثم خطوط ما نحكيوش فيها ثم اسامي ما تجبدهاش، ما تجبدش بالحسن طرابلسي ما تجبدش عماد طرابلسي. حتى احنا في موزايك عندنا توجهات معينه من كيف حتى في اذاعه الجوهره دونك هذيك وحدك تعمل اوتو سونسور نتاعك. اما باش نهار معناها جاني شكون ما تعملش ولا ما تقديش بالعكس كانت عندنا الحريه. وانت تعرف الاعلام الرياضي عندنا هامش من الحريه اكثر من بقيه الزملاء في الاختصاصات الاخرى. دونك انه احنا الصحافه الرياضيه نعرفوا ما لينا وما علينا تقريبا، ممكن تو زدنا اكثر حريه واكثر ان نجم نتكلموا في الناس الكل تقريبا. الجماهير الرياضيه كي تطرح موضوع ولا تتكلم على نادي ولا تنقد نادي ما نقولش شده مي تنقد نادي بالموجود من خلال المعطيات، ديما نقول من خلال المعطيات لانه ثم تصير عليك حملات تشويه، ثم عباد للاسف تنقل عليك خبر غلط ويحاولوا يبارتاجيوه، هذيك الحاجات اللي تقلق. لكن ما نلومش عليهم الجماهير الرياضيه لانه ممكن ما يعرفوش الخلفيات وما يعرفوش علاش انا حكيت هكا ولا قلت هكا. لكن اللي يغيظني للاسف انه تجيك الضربه من زميلك، انه للاسف ثم زملاء صحفيين يهبطوا دي ستاتيو باش يسبوك انت يقلبوا عليك الراي العام، الوغ كو انا عندي مبدا في طبيعتي ومعناها ونحاول ما نحيدش عليه كونه يستحيل يبدا زميلي غلط ولا قال ولا اعطى رايه في موضوع باش نجي ننبر عليه ولا نجي نقول ننقدوا فيه على فيسبوك. حتى كان عندي ميساج نوصلوه مباشره من غير ما نتعداو على مواقع التواصل الاجتماعي، لانه الحقيقه قاعد يألف في الصحفيين على بعضنا وقاعد يهلك في صورتنا احنا كصحفيين تجاه الراي العام تجاه الجماهير الرياضيه. خلينا نحكي شويه على المشهد التلفزي. للاسف انه احنا والموسم ساعات في تونس تلقى كان حصه بركه، وهذه معناها حاجه حقيقه
بالاهتمام تاع الجماهير الرياضيه للكره شويه، فيهم تلقى كل حد رياضي باسكو التلفزه الوطنيه هي مرفق عمومي يلزمها توفر ماده رياضيه للجمهور. لكن المشكله في القنوات الخاصه، نذكروا تجربه ممتازه كانت عملتها الحوار التونسي، وقفت من 2016 للاسف ما عاودش موجود. قناه التاسعه عاودت رجعت بعد ما مشى من معظم الغربيه، عاودت رجعت مع حيدر، ومن بعد جاء عادل بوهلال. حنا بريسك اختفيت، معناها ما عادش موجود. شويه هكا محاولات من بعض الزملاء، سينو نقول انه ثم نحسوا معناها ما فماش استقرار على مستوى المشهد التلفزي، يعني قليله ولات البرامج الرياضيه، وهذه حاجه تقلق لانه مربوط بالحاله الاقتصاديه نتاع البلاد، الحاله الوضعيه الاقتصاديه نتاع القنوات هذه، وهذه حاجه تقلق برشا. حصه رياضيه مكلفه ولكنها ما تدخلش برشا فلوس، هذه هي المشكله، لكن عندها قاعده جماهيريه محترمه، هذه من ناحيه. بالنسبه للمواقع والريزو سوسيو نحسوا انه ثم ثوره، ونراو برشا مواقع رياضيه قاعده تطلع، راو فيسبوك قاعد يخدم مليح، لكن للاسف قاعدين نشوفوا اللي ثم برشا انتماءات مفضوحه لعديد الزملاء خاصه الصغار. وانا نوجه لهم رساله، راهو اليوم انت تخدم في موقع الفريق الفلاني، راك نهار اخر تنجم تخدم في اذاعه ولا قناه اللي لازمها تكون مطالب بالحياد التام، معناها راهو باش يضرك، وراو انك انت تتبنى صحافي يتبنى جمعيه ويلبس المريول نتاعها، اختار من الاول، يا تقعد في القلم هذاك، والنهار اخر كي باش تعاود تخدم في اذاعه محايده ولا تلفزه محايده ولا نقولوا وسيله اعلاميه محايده، راك باش تلقى صعوبات كبيره، وهذا راهو يقلق برشا. الاسامي الموجوده انا رازي من قبل معناها زميل، وكنت متابع وفي، والناس كلها تتفرج في الأحد الرياضي، ورازي يبقى معناها من الاسم الموجوده. معز بن غربيه الحقيقه نحبه ونشيخ عليه، معز طريقته في التقديم. قبل مراد في كانال كنا صغار نتفرجوا في مراد، دونك كمقدم في كانال في وقت من الاوقات. سينو برشا جيل من المعلقين اللي قاعدين يصدروا توا كما نشوفوا زميل رفقي بوستة اللي معناها من المعلقين اللي عنده مستقبل، من غير ما نحكي على زملائنا في البيين معناها شهادتنا مجروحه فيهم وان شاء الله ربي يعينهم. زاد زميلي حاتم بنامنا كان راهو من خيرة المقدمين في كرة اليد، وتوا معدل حد رياضي. بهذا تقريبا شنو نجموا نقولوا على الزملاء نتاعنا، واللي ثم برشا جينيراسيون باهيه، وان شاء الله نتصور في 10 سنين باش يتبدل شويه المشهد التلفزي ولا الاذاعي ولا غيره. هما في القرآن الحاجة الباهية أن الناس كل تحترمني، وناس يفرحوا أنه عندهم صوت من الأصوات من القيروان موجود في بلاتو في حصة رياضية مهمة، وما جيتهمش جديد، يعرفوني اللي أنا ما معناها عندي كي ننقدك كيما نجم نشكرك، دونك يعرفوا اللي أنا موضوعي ما عنديش العاطفة برشا، وهذه طبيعه خدمتي. صحيح مرات الاولى ما عرفونيش، يقول لك شنو يحب منا هذا، بالكش عنده ما يحبش البلاد، بالعكس معناها ثم عباد حاب تتشكك في انتمائي للقروان، لكن من بعد بمرور الوقت فهموا طبيعتي شنية، وقت اللي الشبيبه في مشاكلها. وحتى انا حتى كي نحكي على الشبيبه مش معناها نحكي على مدينه القيروان، معناها انا مطالب كونه القروان اذا كان في كلمه باهيه ولا في كلمه باش نقولها يلزمني نقول الكلمه نتاعي، بغض النظر عن انه عائلتي غادي واني انا مولود غادي وحياتي كل بريسك عديتها غادي. دونك بالعكس، اما توا الشارع الرياضي في القرآن وحتى القراءه بصفه عامه، حتى مش مغروم بالكره، فيتفهم مواقفي ويتفهم طبيعتي.